الحم، شوفوا الحم تك تك، الحم مين أطول، ال ولا حم؟ نفس الطول. الحمد لله رب العالمين. شايفين النون؟ مين، شيء بسيط كتير. شوفوا الهمزة مرققة، الراء مفخمة. ما بيصير نقول الرحمن. إذا قلنا ماذا حدث للهمزة؟ تفخمت، والأعرب لا تفخم الهمزة. العرب تفخم خص الضغط انخفض، وليست الهمزة منها. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انظروا لهذه إيا، اسمعوا إيا. هل انقطع صوت الياء؟ ما انقطع، لأنها رخوة، ليست من حروف أجد خط بكت حتى تكون شديدة، وليست من لن عمر حتى تكون بين الرخوة والشديدة، فهي رخوة. ومعنى رخوة صوتها قابل للمط والتطويل وللجريان. لكنها مشددة، فهي رخوة مشددة، وإن شئت فقل مشددة غير شديدة. انتبهنا كيف؟ فلا بد من أن يبقى صوتها جاريا مع وجود التشديد. الخطأ اللي ممكن يكون فيها خطأين: الأول أن يقول القائل إياك نعبد وإياك. شو عم يعمل هذا أخونا؟ عم يقطع صوت الياء مع أنها حرف رخو. الخطأ الثاني: إياك نعبد وإياك. شو عملها؟ مطها، والمط والإدغام لا يجتمعان. إذا أدغمت فلا تطويل، وإذا طولت فلا إدغام. وهنا في إدغام ولا ما في إدغام؟ في. لذلك العرب لم يكونوا يدغمون حروف المد. هلا نحن بنقول بالقرآن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا. شايفين؟ لو أدغمنا لقلنا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، ولا نفعلها، ولا أحد يفعلها. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى. ثم قال أب فعل أمر من الإبانة في يومي. شايفين؟ مع أنه ياء مع ياء. في يومي يعني لا تقول في يومي. مع قالوا وهم، واو مع واو، لأن الواو الأولى مدية، إما مد وإما إدغام. فهنا في الفاتحة مد ولا إدغام؟ إدغام. إياك نعبد وإياك. إذا ندغم الياء في الياء ولا نقطع صوتها. نستعين اهدنا. بنعطي الهاء حقها من من الرخاوة، ولا نبعد الوترين الصوتيين في الحلق عن بعضهما جدا، مثل حرف في. إذا صار الوتران مثل حرف في سيتدفق الهواء بسرعة، مثل واحد فاتح الحنفية على الآخر. ماذا يحدث للماء؟ يخرج بكثرة وبقوة. بيقول لك اهدنا الصراط، بتلاقي فض الرئتين من الهواء وتعب، ويا ريته بعد كل هالتعب شو عمل؟ نطقها. لا نطقها وتعب حاله وتعبنا معه. ما السبب؟ أنه بالغ في إبعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما. الوترين لازم يكونوا لا ملتصقين ولا بعاد جدا، بوضع وسط. اهدنا الصاد تكلمنا عنها في هذا المكان أكثر من مرة، بأنه دخل عليها عند بعض من يعلم القرآن صوت زائد، وهو إعمال الشفتين. بعض من يعلم القرآن بيقول لك اهدنا الصراط ما هذا؟ لو سألنا ما هذا؟ هل عندما وصف أئمتنا مخرج الصاد ذكروا الشفتين؟ ما ذكروا. ولما ذكروا الشفتين وعملهما وحروفهما هل ذكروا الصاد؟ ما ذكروا. مثل مثل هذه الثلاثة أحرف صفير مخرجها واحد، والفرق بينها في الصفات. الفرق بينها بإيه؟
مثل أس، مثل أز، من حيث الشفتين. انتبهنا كيف؟ ما نقول أص. انتبهنا كيف؟ بزمانه سنة 1973 قديش كان عمرك؟ ما كنت خلقان؟ طيب، كنت عم بقرأ على شيخنا الشيخ محمد سكر الله يرحمه ويجزيه عننا كل خير. فشاب صغير وأول طلعتي أنا، فعم قول قدامه اهدنا الصراط فقال لي الشيخ اهدنا الصي. أنا شو عملت؟ أنا زميت الشفايف لوين؟ إلى الأمام، كما علمني بعضهم جزاه الله خيرا. فقال لي الشيخ اهدنا الصي. ليش عم تعمل شفايفك هيك؟ شاب، بتعرف الشباب يحبوا يتفلسفوا. قلت له سيدي مشان الصفير. قال لي والسين فيها صفير، ليش ما بتقول أس؟ والزاي فيها صفير، ليش ما بتقول أز؟ عزيز هيك لا خلي هي الكلمة اللي عزيز والله ضحكت على حالي أنا. والله مزبوط حكي، مزبوط مزبوط. الواحد بده لما بيسمع الحق بده يقبله. لما انتقلت بعد سنوات إلى أستاذنا الشيخ عبد العزيز بن مسعود رحمه الله، أكد لي هذا المعنى بأن إعمال الشفتين مع الصاد لحن داخل على التلاوة. الله أعلم شو سببه، لكنه لا يصح، ولو كان بعض الناس يقرئ به لأنه اعتاد على ذلك. نعم، انتبهنا. اهدنا الصراط، الصي، انظروا، الصي، الصي، صراط الذين أنعمت عليهم غي. شوفوا غي، 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 من غين مفخمة إلى مين؟ ياء مرققة. المغ بالعكس، من ميم مرققة لمين؟ إلى غين مفخمة. المغضوب عليهم ولا الضا، ولا الضا. هنا كم ضاد ننطق أيها الإخوة؟ ضادين، ضاد ساكنة مدغمة في ضاد إيه؟ مفتوحة. ولا الضا، ولا الضا، الضا، ولا الضا. ثم نمد الضا كما ذكرت منذ قليل بمقدار يا موسى، أو بمقدار نوحيها، يعني بمقدار 6 حركات. لين، لين هذا مد عرض السكون كما نعلم، يصح أن نمده حركتين أو 4 أو 6، لكن نحن معتادين عادة أن نمده 4. مو معناها 6 غلط، مو معناها الحركتين غلط، كله جائز، لكن خير الأمور الوسط كما يقولون.